الواحد كل فترة كده بيحب يشغل دماغه بالقراية، كام رواية على كام كتاب منشط بيه عقلنا شوية. وانا قاعد بقلب كده عيني وقعت على الكتاب ده، أرني الله. الاسم غريب شوية مش كده؟ وبعدين كلنا عارفين ان توفيق الحكيم معروف برواياته المثيرة للجدل. الرواية دي طبعتها الأولى كانت سنة 1953، تجميعة كده لأكتر من قصة. المهم يا معلم أنا بدأت أقرأ. أول قصة كانت بتتكلم عن طفل بيطلب من أبوه بكل براءة يخليه يشوف ربنا. الراجل معرفش يجاوب على ابنه يقول له إيه، راح يسأل شيوخ الأزهر على إجابة تكون مثالية من غير ما يقعد يبرر لابنه أو يقول له كلام ما يفهموش. المهم علشان ما طولش عليك، لأن القصة دي مش هي اللي أنا عايز أكلمك عليها، توصل معاه في آخر القصة لفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يدرك وجوده إلا روحانيا مش بحواسنا المحدودة. القصة التانية دي بقى اللي حكاية اسمها الشهيد. بيتهيألي في الوقت ده توفيق الحكيم ما كانش حكيم كفاية وهو بيكتبها. القصة هنا بتتكلم عن إبليس، مواجهة خاصة بينه وبين الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية. بتتكلم إن إبليس اللي احنا كلنا نعرفه قرر يتوب. وصل عند قصر بابا الفاتيكان. أول ما البابا شافه وعرفه قال له أنت إبليس؟ قال له أيوة أنا. البابا ساعتها قال له عايز إيه مني؟ قال له عايز أدخل في حظيرة الإيمان، عايز يتوب يعني. البابا كان مذهول جدا ومش مصدق اللي بيسمعه من إبليس. قال له بتقول إيه يا لعين؟ بس لعين دي قالها بصوت واطي شوية علشان إبليس ما يسمعوش، بس سمعه إبليس طبعا. قال له ساعتها بصوت صادق وحزين أنا ما بقتش أستحق الوصف ده، أنا جيت هنا علشان أتوب. قال له إنه تعب خلاص من الحرب الطويلة اللي مفيش منها أي فايدة، وإنه خلاص هيبطل إصرار وعناد وهيبقى شاطر وهيبطل شر. خدوا مني اللي انتوا عايزينه، عذبوني بأي شكل تحبوه، بس بالله عليك يا أخي ما تحرمني من اللحظة دي. وفضل بقى يتوسل للبابا علشان يقبل توبته بكل الأشكال، وركع عند رجليه وقال له أنا عايز أدخل في الدين وهكون من المخلصين الأبرار. البابا وقتها عقله كان هيطير، كان مندهش جدا، لأن ساعتها بس إبليس كان صادق في كلامه. قال له أنت إبليس تدخل في الدين؟ إبليس ساعتها قال له ليه لأ. واستشهد إبليس وقتها في جملة قالها المسيح في الإنجيل، وإنه ما استثناش أي حد من التوبة. وقال للبابا ليه عايزين تقفلوا باب التوبة في وشي؟ أنا عايز أتوب، دخلوني في الدين. البابا ساعتها كان حيران، ما كانش عارف يرد عليه يقول له إيه. بصوت عالي قال له لا 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 أنا ما أقدرش أقبل توبتك. بيقولك ساعتها البابا خياله سرح وفكر، لو آمن إبليس بجد إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه هيكون مصير الفاتيكان ومتاحفه وتحفه؟ كل حاجة هتفقد معناها، مش هيبقى ليها أي قيمة. إبليس هو محور الكتاب المقدس القديم والجديد، مش هيبقى فيه يوم حساب، لأن من غير إبليس مش هيبقى فيه شر. وقعد بقى ساعتها يفتكر الحروب اللي خلت أوروبا المسيحية هي اللي مسيطرة. بص البابا لإبليس وقال له اسمع ياه، معرفش يناديه بأي اسم. قال له توبتك هتعمل مشاكل كتير والكنيسة بترفض طلبه، روح لأي دين تاني. واداله ظهره ومشي. خرج إبليس ساعتها من الفاتيكان حاسس بخيبة أمل كبيرة، بس على طول بعديها طار على حاخام اليهود، نفس اللي طلبه إبليس من بابا الفاتيكان طلبه من الحاخام. سرح الحاخام هو كمان بخياله وفكر لو إبليس صحيح تاب والشر اتمسح من الأرض، مش هيبقى فيه فرق بين الشعوب وشعب إسرائيل شعب الله المختار، مش هيبقى فيه سيطرة مالية، ومش هيبقى فيه أي جشع ولا طمع. بص لإبليس ساعتها في استهزاء وقال له احنا مش من عاداتنا التبشير، وبصراحة كده ما يهمناش ان في اي حد يدخل في ديننا حتى لو كان ابليس نفسه، روح شوف لك دين تاني. ودي بس اللحظة اللي راح فيها ابليس لشيخ الازهر، قال له انا غلطان واعترفت بغلطي وعايز اتوب. رد عليه شيخ الازهر قال له عايز تتوب؟ لا ما ينفعش. تتوب ازاي؟ بتوبتك القرآن هيكون باطل، القرآن بيلعن الشيطان والمؤمنين بيستعيذوا بالله من الشيطان دايما، لو تبت احنا هنستعيذ من مين؟ لا لا وجودك على حالتك دي ضروري. إبليس قال له وانا ليه اكون الضحية؟ ليه تستعيذوا مني وادخل انا النار؟ انا عايز اتوب. شيخ الازهر ساعتها معرفش يرد عليه وقال له والله في سلطة اعلى مني وده مش من اختصاصي، انا اختصاصي هو اعلاء مجد الازهر واني انشر الدين بين الناس، انما موضوع قبول توبتك دي ما اقدرش عليه ومش من اختصاصي، روح عند مدام عفاف. طبعا دي قلشة من عندي مش موجودة في الرواية. المهم ساعتها ابليس احتار، ما كانش عارف يعمل ايه. قال لي شيخ الازهر طب دلنا روح لمين؟ قال له عليك بسيدنا جبريل. طلع إبليس ساعتها للسماء وقابل سيدنا جبريل، قال له أنا عايز أتوب أنا مخطئ. رد عليه سيدنا جبريل إزاي عايز تتوب؟ وإزاي نقبل توبتك؟ السماوات والأرض قايمة على لعنتك،
مش هنقبل منك اي توبة، وعلى اي حال ده مش من اختصاصي. ابليس قال له طب اروح لمين؟ قال له روح لربك. وقف هنا توفيق الحكيم وباختصار شديد قال لك ان ابليس بعد لما طلع ربنا لعنه وطرده. نزل ابليس من فوق وهو بيصرخ باعلى صوت انا شهيد انا شهيد انا شهيد. ردت عليه السماوات والارض والاشجار والاحجار والرمال كلها وقالت انا شهيد انا شهيد. دي هي القصة كلها. تصدق الشيطان طلع مظلوم؟ سيبك من الرواية دي، تخيل بقى معايا انت بجد لو ابليس حب يتوب ايه اللي كان ممكن يحصل؟ اشوفك تاني.